تحدث حتى بمعنى روحي، مقياس مادي في هذا الكون السحيق المخيف، كون الأسترونوميا والكوزمولوجيا الحديثة أقل من ذرة، الأرض هي أقل من ذرة، فإيش أنا وإيش أنت؟ أقل. فشعرت بشعور مخيف طبعا من الضياع للحظة، لأقل من لحظة، مثل الشعور شعر به باسكال، بليز باسكال، كان يقول تروعني وتخيفني تفزعني، قال تلك العتمة والظلام والبرود الذي يلف هذا الكون. كان متخيل الكون، والكون اللي تخيله بليز باسكال أنا متأكد أصغر من كون هذا بلايين المرات. أينشتاين نفسه، أينشتاين متى توفي؟ 1955. كان يعتقد أينشتاين أنه إيه؟ أن الكون يعني القدر تبعه 2 مليار سنة ضوئية. كلام فارغ. شو 2 مليار؟ 13 بليون سنة ضوئية ونص. تخيل؟ ما كان. فكيف بليز باسكال عاد قبل 300 سنة؟ ما كان بعرف حاجة عن الكون، ومع ذلك كان يروع ويفزع ويخيفه. هذا الظلام والعتمة والبرد، البرودة الشديدة التي تلف هذا الكون. وصحيح هذا فلكيه هو كذلك، عتمة رهيبة جدا ما فيه. ايش السبب؟ سعة الكون، سعة رهيبة. الفضاء الكوني هذا تصبح المجرات هذه كل مجرة فيها ايه 400 بليون نجم، تصبح مثل حبة رمل في الكون. قال لك يا اخي شيء مخيف، لا اله الا الله، شيء بجنن هذا الكون. فتفكر في حالك، مين انا؟ مين انا؟ مين انت؟ مين احنا؟ مين الارض؟ مين كذا؟ بعدين سبحان الله في لحظة، اقل من لحظة وانا ماشي هيك واعتراني الشعور مخيف بالتيه والضياع. يعني ايه؟ ما قلت لا، خاطبت ربي يا رب انا ذرة نعم، لكن انا ذرة لها دور، ذرة لها مدار، فيها اوربت تلف فيه. هذا مدار حبك وتوحيدك بشرعك وبأمرك. أنا ذرة لها مكان، إذا خلص فلأكن ذرة، لكن عندي مكان. صراحة هندسيا وحيزيا عدم، لكن روحيا تصبح أنت أكبر من الكون كله. صح. الإمام علي قال ينسب إلي وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم بالسر ونفخت فيه من روحي. محمد إقبالي يقول كمان، يقول عن المؤمن والمؤمن حارت الأكوان فيه. المنافق والكافر والملحد هذا والضايع له الكون تيه، أما المؤمن فحارت الأكوان فيه. قال كلها بتضيع فيك. إيش الخصيصة اللي عندنا عشان يسخر لنا كل شيء في الكون؟ ليش؟ لأنه عندنا ما ليس عند الكون كله. هو هذا كوننا قاعدين وبتسال نطرح هذه الأسئلة وبنعيش هذه المواجيد والمعاني باستمرار يا جماعة، باستمرار بنعيشها. أنت أول ما تشعر هذا الطريق ما بتقدر تتراجع، خلاص. مش هي لذة فقط، ومش نوع من الاستحواذ بيصير عليك. فأنا شبهتها مرة إيش؟ بذرة، هيك كانت صح، بذرة. الآن ذرة حديد أمام مغناطيس بحجم هذا مثلا إيه المصحف الشريف، إيش بيصير لها؟ مستحيل مباشرة تجذب. فكيف لو كان هذا الجاذب الأعظم هو رب العالمين لا إله إلا هو، مغناطيس القلوب هو الله، أنت ستذهب إليه بسرعة البرق وستعمى وتصم وتجهل كل ما عداه، ده خلاص.